لسه مكملين مع بعض ومسؤول 100 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية، وما زال الحديث ووزارة التضامن الاجتماعي وما تقدمه من برامج ومبادرات جميلة تهدف إلى احتضان الشعب المصري. برنامج وعي ده من أهم البرامج الموجودة في وزارة التضامن الاجتماعي، له كثير من الموضوعات الهادفة التي تمس الأسرة المصرية. ما هو برنامج وعي وما يهدف وما هي الأنماط التابعة لهذا البرنامج؟ معنا الآن دكتورة أمال زكي، مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منورانا. الله يخليك. الله يخليك يا دكتورة أمال. برنامج وعي يعني إيه؟ هو من اسمه وعي لرفع الوعي. لرفع الوعي لدى كل أفراد الأسرة بالضبط. وهو اسمه وعي للتنمية المجتمعية. ابتدأ إمتى؟ هو تم إطلاقه في 2019 من 3 سنين. بالضبط. طيب نتكلم على يعني حضرتك قلت لي قبل الهوا ان هو بيغطي مجالات كتيره جدا. بالظبط، قضايا كتير، 12 قضيه، اهم 12 قضيه نتكلم عليهم يا دكتوره أمال. طيب هو طبعا عندنا قضيه محو الاميه. هي كل قضيه احنا محتاجين مختارين لها زي سلوغن كده. لا اميه مع تكافل، لان احنا طبعا عشان تكافل وكرامه لازم تبقى معاها شهاده محو اميه. والتعليم قوه في اي عمر، فهو التعليم قوة في أي عمر، هو ده السلوجن بتاعنا. يعني ما تقولش إنها كبرت ولا إيه، ولازم تبقى عارفة إنها بتستمد قوتها من تعليمها. عندنا التمكين الاقتصادي. التمكين الاقتصادي، العمل كرامة ومستقبل، لأن كل واحد يبقى فاهم إنه لازم، مش عيب إن الواحد يشتغل، مش عيب إن هو يحس إن يرفع من دخله ومستواه، وده مهم جدا يعني. فعشان كده بندعو للتمكين الاقتصادي. عندنا صحة الأم والطفل، اللي هي صحتك ثروتك أنت وأسرتك، دي مهمة جدا عشان صحة الأم والطفل، خاصة في ال1000 يوم الأولى. الاكتشاف المبكر للإعاقة. نقدر نحول الإعاقة طاقة، دي علشان كل أم تكتشف لو لا قدر الله ابنها عنده أي إعاقة تحاول تكتشفها بدري علشان تأهله ويتم الدمج بتاعه. 2 كفاية طبعا معروفة علشان حد من الزيادة السكانية. بالظبط كده. ده مهم جدا. النظافة صحة وسلامة، وده كان رائع أيام كورونا طبعا، لأن كانت مهمة قوي إزاي نحافظ على نظافتنا والتباعد والتغذية والحاجات ديت. عندنا انتهاء من المخدرات طبعا علشان حماية النشء طبعا والشباب من الإدمان. جوازها قبل 18 بيضيع حياتها عشان زواج الأطفال. ختان الإناث جريمة علشان الختان اللي بيتم. عندنا مهمة قوي بقى المواطنة وتقبل الآخر. كلنا مصريون وتنوعنا قوة. عندنا الهجرة الغير شرعية، بلدنا مركب النجاة علشان محدش يحاول يسيبها بطريقة غير شرعية، وفي الآخر طبعا بتؤدي إلى لا بيموت يا بيتسجن. صح. فطبعا دي ال 12 قضية اللي احنا منوطين بيهم، وكل قضية تحتيها الرسائل بتاعتها. طبعا. هستأذن حضرتك، معنا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا تحياتي ليك الأستاذة فاضلة، وأعزائي الطالب الأستاذ ولاء عسكر، ربنا يرحمه يا رب. طبعا نجعل مثواه الجنة ونجعل عمله كله خالص في ميزان حسناته يا رب إن شاء الله. حضرتك بوي عبد الله من محافظة مرسى مطروح. أهلا بيك. من ذوي الإعاقة البصرية. أهلا بيك، منورنا. بنور سيادتك يا فندم، ومتابع ليكم طوال إذاعة القاهرة الكبرى يعني. على عيني وعلى راسي. فحضرتك عندي مشكلة بسيطة خاصة بوزارة التضامن الاجتماعي. اتفضل يا فندم. بخصوص مشروع رؤوس الأغنام. مشروع رؤوس الأغنام. الأغنام. الأغنام ده خاص بمحافظة مرسى مطروح. المشروع ده تم توزيعه في خلال أسابيع فاتت كده. وحضرتك أنا عايز من سيادتك الاهتمام بس المشكلة إني أنا راجل ذوي احتياجات خاصة، عايز ناس خاصة. أنا رجعت في وحدة فتوجهت اليوم وحدة خاصة بوحدة مركز ومدينة سيدي براني. طيب أنا عايز أسألك سؤال.
مشروع رؤوس الأغنام المسؤولة عنه مين؟ وزارة التضامن، وزارة الزراعة، محافظة مرسى مطروح؟ مسؤولة عنه وزارة التضامن. متأكد؟ تأكدت منه أنا. طيب متأكد ان هو مسؤول عنه وزارة التضامن. ايه المشكلة اللي انت قابلتها؟ المشروع حضرتك اتوزع على الناس هناك، واتوزع على الناس اللي هو اتوزع من ايه؟ اتوزع من ايه؟ من خلال كرامة وتكافل. تكافل وكرامة. تكافل وكرامة. تكافل وكرامة توزع عليها. فحضرتك عايز تفصل حاجة واحدة، هل اسمي من ضمن المشروع ده متواجد ولا لا؟ انت عايز تسأل اسمك موجود ولا مش موجود؟ ايوه. طيب ماشي، اسمك ايه؟ قوية عبد الله ابراهيم خالد. لا قولي على الصوت فيه حاجة. قوية عبد الله ابراهيم خالد. اول حاجة ايه؟ قوية كاف واو يا ت مربوطة. قوية عبد الله ابراهيم. وحضرتك انا بناخد معاش كرامة، معاش العجز اللي هو 450. مرسى مطروح. انا سالت وتاكدت من الوحده اللي تبع لينا، فهم بياخدوا المعاش ده. طيب بص يا قوية، بص يا قوية، اقول لك على حاجة. كلمني الساعة 3:15 عشان اخد الرقم القومي بتاعك عشان اعرف اسألك صح. على نفس الرقم اللي هو عليه اللي انت بتكلمني على الهوا عليه. تمام عليكم، متشكر ليكم ومتشكر للفترة اللي انت عاملاها دي يعني، ومتشكر لمجهودات سيادتك اكتر يعني. الله يخليك يا قوية، شكرا ليك، شكرا، مع السلامة. من يعني انا جهل مني ان انا مش عارفة هذه المبادرة بتاعت رؤوس الاغنام، وهي مش محور حديثنا، بس اكيد وزارة التضامن اكيد هتدلنا على الطريق السليم. طيب نرجع لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية. وابرز ذراع، هم لهم 12 ذراع، ابرز ذراع لهذا البرنامج ايه؟ لا هو كلهم مهمين جدا يعني. جداً. التمكين الاقتصادي ده مهم قوي، لان زي ما سمعنا الاستاذ الفاضل ده مفروض ان هو بيخدم على برنامج فرصة. برنامج فرصة ده اللي هو بيتيح للأسر تكافل علشان تخرج من دايرة الفقر، انها قبل ما التكافل ده بيتصرف علشان بشرط اطفال في سن التعليم أقل من 18 سنة. وفي مشروطية إن هو الأطفال تكمل تعليمها من 6 سنين ل 18، إنها تنتظم في المدرسة 80% من أيام الدراسة. ولو هي أقل من 6 سنين إنها تتعالج في الوحدة الصحية أو تروح تطمن على أطفالها وتاخد الأطفال ياخدوا التطعيمات والأم تتابع الحمل. مفروض فرصة بيقدم للأسر ديت مشروع بيتدربوا عليه، بيعملوا معاهم دراسة الجدوى، ولحد ما يبتدي المشروع يبقى منتج ويطمنوا ان هو بقى ينتج، بيتوقف الدعم بتاع تكافل علشان نبقى سايبين الناس قادرين يخرجوا من دايرة الفقر. بالظبط. هو ده اللي هو مشروع فرصة. لا تطعمني ولكن علمني كيف. بالظبط. هو كمان مش بس بيدي منح، هو ممكن كمان بيدي قرض، بس قروض يعني ما فيش فوائد، ده يا دوبك مثلا حاجات مصاريف إدارية مش أكتر. وده برضو ما بيبقاش قرض فلوس، بيبقى حاجة عينية زي ما هو قال، غنم اللي بتعرف تخيط تاخد مكانة خياطة، اللي عايزة طيور، فهم بيدوها الحاجات اللي هي المشروع اللي هي هتعمله أو اللي هو هيعمله. ده مشروع فرصة اللي بتخدم عليه اللي هو العمل كرامة ومستقبل. بالظبط كده. طيب هستأذنك، معانا تليفونين. الو. ايوه انا مش سامعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ شيرين؟ اهلا يا فندم، مين معايا؟ الله يسلمك يا فندم، محمد حمدي شعبان يا فندم. ايوه محمد، محافظة ايه؟ محافظة بنسيت يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ شيرين. حضرتك يا استاذ شيرين، انا محمد حمدي اللي كنت بتابع مع حضرتك موضوع الكشك يا استاذ شيرين. ايوه محمد. يا فندم، انا لحد دلوقتي يا استاذ شيرين دايخ في بني سويف، في محافظة بني سويف، وفي كل مكان، ومحدش عاوز يعمل له كشك لحد دلوقتي.
ما انا مش عارفه يا محمد، انا جبت لك او يعني قلت لك الرد بتاعهم ايه، ومش عارفه اعمل ايه اكتر من كده. طب حضرتك الرد بتاعهم بيقولوا لي شوفوا واحد وشاركوا، انا راجل فقد البصر باخد 440 جنيه، ازاي اشوف واحد واشاركوا على كشك حديد؟ لا هما اللي ردت عليا المحافظة في العلاقات العامة هناك، وقالوا لي ان هو انت مسؤول من احدى الجمعيات المجتمع المدني، وهم جمعيات الأورمان والجمعيات دي يا فندم رفضت ان انا ما بقاش اطفال يا فندم. طيب رفضت ان انا هم لهم حاجات في قوانين ماشيين بيها. بص يا محمد، عايزه اقول لك على حاجه، انا يعني اتمنى ان كل حد يتصل بالبرنامج ويبعت لي طلب ان انا اعمله، دي امنيه طبعا انا بسعى ليها وبتصل بالمسؤولين وبتواصل معاهم عشان الطلب ده يتحقق، لكن في حاجات انا مش ببقى قادره عليها، فبعتذر لك يا محمد، حقك عليا مش بايدي. تمام. طب يا استاذه شيرين، انا بعت لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تم اجراء عمليه استئصال ورم على المخ لاختي في مستشفى الجامعه، ومحدش يعني ايه رد عليا في اي حاجه برضه. طب يعني اتعملت العمليه وايه اللي حصل؟ طيب تم استئصال ورم على المخ، حصل نحت في خلايا المخ سبب لها عجز، قاعده في البيت لها 2 سنين. يعني في خطأ في العمليه؟ في خطأ في العمليه يا فندم. لا انا مش عارفه والله، مش عارفه اقول لك ايه، مش عارفه يعني اقول لك دلوقتي موضوع الكشك يا استاذه شيرين 2 سنين، وموضوع اختي 2 سنين، واتصلت بمجلس القومي برئاسه الوزراء وقدمت الشكوتين ولحد النهارده بتابع، يعني معناه كده ان انا مالناش حقوق بمعنى اصح. لا ازاي ما تقولش حاجه زي كده، ما أيوة تقولش حاجه زي كده. راجل فقد البصر اهو، ولا عارف استفيد لا بكشك يزود الدخل بتاعي، راجل فقد البصر ومحدش هيقضي معاه مصلحه في محافظه يوسف تلمن، ولا محافظ ولا خدمه مواطنين ولا حقوق انسان. معاك بطاقه الرعايه المتكامله؟ معايا يا استاذه شيرين، معايا لها 3 سنين دلوقتي. طيب خلاص، ما اكيد دي فيها خدمات اهو، حاجه برضو ملهاش خدمات يا فندم، ملهاش اي خدمات. في صحه يا فندم، انا عندي عمليه ثم الرفض ان هو يتعمل فيها العمليه في مستشفى الجامعه بني سويف. طب ثواني بقى، انت عندك عمليه عايز تعملها؟ عندي اجراء عمليه حصوه على الكلى ومتمرمط في مستشفى الجامعه بني سويف. طيب انا استنى بقى، استنى عليا يا محمد، معاك يا استاذ. سيب لي رقم تليفونك وانا هخلي اللجنه الطبيه مجلس، لا ما تسيبوه، عايز تسيبه على الهوا؟ لا ما تسيبوش على الهوا، سيبيه مع عماد، وانت هخلي اللجنه الطبيه في مجلس الوزراء يتواصلوا معاك عشان يتابعوا معاك موضوع العمليه الحصوه على الكلى اللي انت عايز تعملها. يا ريت والله. عينيا يا محمد، عينيا. تسلم يا محمد، شكرا يا محمد، مع السلامه. معنا تليفون تاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ شيرين؟ اهلا بيك حازم، ازيك يا حازم؟ حازم السيد المرصد من الشطوط الطبيه لكفر الشيخ. اهلا بيك واهل كفر الشيخ، اتفضل يا حازم. يا اهلا بحضرتك، البقاء لله في الاستاذ ولاء عنتر، ربنا يرحمه يا رب. ربنا يرحمه، ادعوا له كلكم، ادعوا له يا رب يا رب يرحمه ويرحم كل الاموات يا رب يا رب ان شاء الله يا رب يا رب. اتفضل يا حازم. عندنا شغل حضرتك في بطاقه خدمات متكامله. المواطن الشحات عبد الله عبد النبي احمد. ده حضرتك راح مكتب تأهيل بيئة لكفر الشيخ وبعتوه وعمل تقرير طبي إعاقة ذهنية، والورق اتسجل في المكتب التأهيل. طبعا اتأخرت البطاقة، ففي رقم اتصلنا بيه اظن 15044. فردوا قالوا ان الشخص ده كان صادر له بطاقة خدمات متكاملة عشوائي، يعني ايه عشوائيات كده زي ما تقولي، اول ما القانون صدر فاختاروا كده عينات عشوائية وبعتوا لها البطاقات. فقالت بطاقة المواطن ده حضرتك خرجت له وراحت وما لقتش حد على العنوان وردت. فهو الوقت له بطاقة والبطاقة تعتبر خلصت وبنعمل بطاقة جديدة، هنعمل لكم البطاقة الجديدة اللي انتوا بعتوا ورقها. حضرتك كل 15 يوم نتصل على نفس الرقم، يقولوا اتصلنا بعد اسبوع، بعد 15 يوم. فاحنا بس عايزين المسؤول عن بطاقة الخدمات المتكاملة هيبقى الاسم مع حضرتك والرقم القومي، ويعملوا له البطاقه لان هو معاقد ان هي قصه حضرتك، والورق معمول من حوالي 10 شهور كده. يا حازم قول لي البيانات بتاعته. البيانات الرقم القومي من الشمال. لا طب بص بقى عشان الهوا عشان اخد بياناتك تتكلمني بعد الهوا يا حازم. لا ما مش عايز اتكلم حضرتك بعد الهوا، يعني انا برجوك الرقم القومي مفيش فيه حاجه يعني. اتفضل. 289 120 71 50 1439. هكرر الرقم تاني. لا خلاص. 289 120
071501439. الاسم الشحات عبد الله عبد النبي احمد. الشطوط طبيه لكفر الشيخ. شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. أعزائي المستمعين، نستكمل معا حوارنا مع الدكتورة أمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة أمال، 1000 يوم برنامج، دي مبادرة ولا برنامج؟ برنامج 1000 يوم في حياة الطفل. يعني عايزين نتكلم، هو الاسم جميل. الاسم جميل جدا فعلا. وانا عارفه ان ال1000 يوم ده بيبتدي من اول الحمل، اول يوم في الحمل، اول ما الست تعرف انها حامل. فعلا. يعني نتكلم بقى على 9 شهور حمل زائد 2 من عمر الطفل. هتحسبيهم هتلاقيهم 1000 يوم. بالظبط. ال1000 يوم دول ابن 7 بقى يبقى 2 وشهرين. بالظبط كده. دول اهم فتره في حياه الطفل. دي اللي بيتكون فيها الادراك بتاعه والنمو. فلو اثرنا في اي حاجه هتاثر عليه عمره كله. فعشان كده بنقول لكل انها لازم تبقى عارفه انك انت مسؤوله عن الحفاظ على صحه ابنك او بنتك وانت حامل فيه. فلازم تهتم بالحمل، بالتغذية بتاعتك، بالمتابعة، علشان ما يحصلش أي مشاكل أثناء الحمل وتبقى تأثر على الطفل فيما بعد. طيب، أنا دلوقتي في سيدة عرفت أنها حامل وعايزة تتابع مع هذا البرنامج من خلال رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، تعمل إيه؟ لا، هو الرعاية بتبقى من خلال رعاية وزارة الصحة. بالظبط. احنا شريك أساسي مع وزارة الصحة، خاصة في تكافل اللي هي المشروطية الصحة. فهي بتتابع الحمل في الوحدات الصحية. لازم طبعا بنقول لكل وكل واحدة حامل لازم تتابع الحمل 6 شهور الأولانيين مرة كل شهر، و7 و8 مرتين في الشهر، والتاسع تروحي مرة كل أسبوع. مهم قوي قوي المتابعة، لأن المتابعة دي هي اللي هتبقى تكتشف فيها لو لا قدر الله حصل فيها أي حاجة، بنلحقها قبل ما تبقى تعمل مضاعفات، لأن أي مشكلة ممكن تأثر على حياتها أو على حياة الجنين. فعشان كده المتابعة مهمة قوي. متابعة مهمة علشان كأنك قاعدة بتراقبي لو في أي حاجة حصلت هي تلحقها. طبعا بيبقى في توعية، التوعية دي بالغذاء السليم، تتغذى ايه وايه الممنوعات. ما هي زي ما هتاكل لازم يبقى في حاجات ممنوعه. بالظبط. التثقيف الصحي للحامل مهم قوي. ايه الحاجات اللي تعملها، ساعات النوم بتاعتها قد ايه، تحافظ على نظافتها الشخصيه، تمشي، تعمل تمرينات، ممنوع السفر، الحاجات الممنوعه والحاجات اللي المفروض تعملها، الاهتمام باسنانها، الحاجات دي كلها بتبقى مهمه لكل واحده حامل، لازم تبقى عارفاها. عشان طبعا الحمل ده اكيد بياخد من صحتها ومن المخزون بتاعها، فلازم تبقى محافظة على صحتها كويس بحيث ان الحمل ما يأثرش عليها بعد كده. طيب، بعد الولادة؟ بعد الولادة طبعا. اول حاجة بنوصي بيها الرضاعة طبعا. لازم رضاعة مطلقة للطفل. يعني ايه مطلقة؟ يعني ما فيش معاها اي حاجة خالص ولا المية ل6 شهور الاولانيين. يعني مفروض ان ما فيش حاجة تنزل في بق العيل غير لبن الأم. بالظبط. دي الحقيقة ده فيه هو الغذاء الكامل وهو فيه كل حاجة. وطبعا مهم قوي التطعيمات ومتابعة الوزن. متابعة الوزن والطول ده مهمة جدا عشان نعرف الطفل بيكبر، الأم بترضع صح، الكلام ده مهم قوي. وبعدين التغذية بقى التكميلية لحد ما يكمل 2 سنين. بالظبط كده. من خلال متابعتها برضو للوحدة الصحية التابعة ليها. يعني ما قبل الولادة وبعد الولادة للطفل. طيب، استاذن حضرتك، معنا تليفون. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذة شيرين؟ ازيك يا هناء؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ تعزينا طبعا للإعلامي ولاء عسكر، طبعا ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين. ويدخله فسيح جناته يا رب إن شاء الله يا رب. يا رب يا أمال، يا رب يا هناء، يا رب يا رب. وتحياتنا لضيفة حضرتك طبعا. الله يخليك. شكرا ليكي. اتفضلي. شكرا يا أستاذة.
شكرا. عليكم السلام. دكتور أمل زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية. يعني 1000 يوم، هو مين بيجيب لكم الأسامي الحلوة دي بتاعت البرامج؟ لا، برنامج ال1000 يوم ده اسم عالمي يعني. مش خاص بوزارة التضامن. وهتلاقي البرنامج بيتطبق في وزارة الصحة. طبعا مهم قوي الاهتمام بال1000 يوم يعني الأولى في حياة الطفل. يبقى في أسامي كده جاذبة. برنامج وعي، وعي ده جاذب. برنامج 2 كفاية جاذب. نربي بأمانة من غير إهانة، ده مهم جدا. أنا نسيت أقوله، ده اللي هو بتاع التربية الأسرية الإيجابية. طبعا ده مهم قوي، نربي بأمانة من غير إهانة دي عشان العنف. وبمناسبة بقى ال 16 يوم عنف اللي هتبتدي إن شاء الله من يوم 25 نوفمبر. طبعا عايزين نربي ولادنا بقى على الحب والكرامة والتحمل المسؤولية. مش عايزين بقى لا ضرب ولا تهزيء ولا شتيمة. ده حاجة مهمة جدا جدا، لأني ده أنا بعلم الابن العنف. أول ما يشد حيله أول واحدة هيطاول عليها هي الأم والأب. ده حقيقي. ويمكن احنا ما كناش بنشوف الكلام اللي بنشوفه دلوقتي، ان حد يقتل ابوه او يقتل امه او يضربها او كل ده من العنف ممكن الام بتساعد فيه او الاب بيساعد فيه برضو، انه زي ما ضربك اضربه. لا، عايزين يبقى فيه طريقة تانية للتفاهم واحترام وطرق للتفاهم بين الأسرة. بالظبط، بين الأب والأم والأطفال. فعشان كده نربي بأمانة من غير إهانة. مش عايزين نربي بأمانة من غير إهانة. لا مهمة جدا. بجد فعلا. فاحنا ده طبعا التربية الأسرية الإيجابية دي من الحاجات المهمة قوي قوي، لأن هي دي اللي هتطلع بقى شخص قادر ياخد قرار، شخص قادر يتحمل المسؤولية. طبعا يعني الأطفال دول هم دول جيل المستقبل، هم دول اللي هيشكلوا الوطن بتاعنا. طبعا. لسه مكملين مع بعض مسؤول 100 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية، ومنورانا في الاستوديو دكتورة أمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي. يعني تحدثنا في اللينك السابق عن 1000 يوم في حياة الطفل، واتكلمنا أيضا على ربيهم إيه؟ نربي بأمانة من غير إهانة. نربي بأمانة من غير إهانة. وكلمنا على فرصة ونتكلم على 2 كفاية. طبعا ده برنامج معروف اللي هو يعني تنظيم الأسرة. وده برضو مفعل من خلال وزارة الصحة. بالضبط، وزارة الصحة. وبالنسبة لوزارة التضامن اللي هي الجمعيات الأهلية. ايه تاني برامج يا أستاذ دكتور أمين؟ لا، هو طبعا مهم قوي اللي هو ختان الإناث جريمة. ده طبعا عشان التوعية بأضرار ختان، وده محطوط من مشروطية تكافل. يعني والزواج المبكر. يعني احنا عايزين نحط الزواج المبكر محطوط اوريدي. يعني لو واحدة جوزت بنتها او ابنها وواحدة أسرة يعني قبل 18 سنة هيوقف الدعم. هيقف الدعم بتاع تكافل. بالظبط. فده الحقيقة ده كل أسرة لازم تعرف أهمية إن البنت لازم أو الولد يكمل 18 سنة عشان يبقى العقد موثق، عشان يبقى لها حقوق وحاجات كتير. ممكن في أسر تجوز بنات قبل 18 سنة، لكن الأولاد برضو. والأولاد برضو، ما هو احنا قبل 18 ما هو غير موثق. يعني في هو طبعا الكلام ده يمكن في الأعراف أكتر على أساس الميراث والحاجات دي. لكن طبعا بنات اكتر اكيد. على 15 سنة بيقولوا كبرت يعني. في بعض الاماكن بتقول كده يعني. بس ده يبقى يعني هو البرنامج ده قبل 18 سنة يعني مش بيخالفوا العرف ولا حاجة زي كده، لكن ده مهم جدا. اولا صحة البنت. بالظبط. والتكوين الجسدي ليها وعقلها وقدرتها بقى على الانجاب والحمل، يعني يكون خدت شهادتها حاجات كتير قوي. حاجات كتير يعني جدا. يعني ما هوش بس مجرد توثيق وبس، وكل حاجه يعني. الحقيقه فعلا انها تبقى متحملها مسؤوليه، حاجه مهمه جدا 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 يعني. طبعا اكيد. انا عايزه اتكلم اكتر على برنامج فرصه. يعني عايزين نقول الحاجات اللي موجودة في ضمن برنامج فرصة. هو برنامج فرصة الحقيقة بيعمل دايرة مجتمعية. الأول بتبتدي الرائدات تعمل زيارات منزلية علشان تحس الناس على إنهم يعملوا مشروع، سواء رائدات أو مكلفات خدمة عامة.
لان هم دول الادوات بتوع وزاره التضامن. فمثلا لو اخترنا حوالي 500 أسرة عايزين يحضروا يعملوا مشروع، بيبتدوا يتدربوا على أهمية المشروع، ونحاول نغير سلوكياتهم علشان يبقوا فعلا فاهمين ان العمل ده مهم قوي، ولازم يشتغلوا، لازم يعملوا مشروع، لازم يزودوا من دخلهم علشان نحاول نغير السلوك والكلام بقى الكسل والحاجات دي كلها. بعد كده ال 500 دول اللي بيكملوا معانا 250. يعني 500 اللي بيقتنع بقى ويقول انا هعمل مشروع ولا كده 200، نقول نصهم بالظبط. بنبتدي ندربهم بقى على ريادة الأعمال. ايه أهمية انك تعملي مشروع والشمول المالي والحاجات اللي بتهيئها انها تعمل مشروع، وبعدين طبقا للمشروع اللي بتختاره بتتدرب على الآلية بتاعته. يعني زي المواشي، زي الطيور، زي الخياطة، تدريب عملي بالظبط. وبيبقوا معاها متابعة لمدة 6 شهور لحد ما يطمنوا فعلا ان مفيش تعثر، ان هي ماشية كويس. دي حاجة جميلة جدا. برنامج فرصة من البرامج القوية اللي هو ان شاء الله بإذن الله نقدر نخرج مجموعة كبيرة من إن شاء الله دائرة الفقر بإذن إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة أمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، نورتيني. الله يخليك، نورتيني جدا. ويعني تحت مظلة وعي كثير من البرامج الهادفة للارتقاء بالأسرة المصرية في جميع الأحوال، منذ بداية الحمل حتى الوصول لبر الأمان، وأيضا كذلك مع الأشخاص الكبار وبيعملوا مشاريع وبينموا نفسهم، وحفاظ على البنت المصرية والحفاظ على الأسرة. يعني فعلا فعلا المظلة الكبيرة لحماية الأسرة المصرية. شكرا ليكي ونورتينا. الله يخليكي. شكرا لكم أعزائي المستمعين، لكل من تابعونا بأسماعهم واتصالاتهم خلال هذه الفترة، مع وعد إن شاء الله ألقاكم بالأسبوع القادم، وجميع الطلبات والشكاوى التي قدمت بالبرنامج إن شاء الله أحاول أرد عليها الأسبوع الجاي، ربنا يقدرني إن شاء الله. شكرا لكم وكل أسرة تنفيذ على الهواء، هندسة إذاعية عماد حمدي، رئيس التحرير أحمد إبراهيم، وبسعد بكم دايما شيرين الدسوقي.